زمالك الفن والهندسة راجع تاني. زمالك زمن الفن الجميل راجع تاني. خبر النهارده معانا خبرين حلوين جدا، تابعوا معانا لاخر الفيديو وهتسمعوا اخبار حلوه عن نادي الزمالك. بس انا عايز اتكلم عن منتخب مصر اللي بسم الله ما شاء الله ما كسبش ولا ماتش. الشناوي مع يعني راح في مع يعني اتصاب طبعا ربنا يشفيه، بس اداء ما فيش اوحش من كده. كل الاجوان اللي اتشطت عليه جت 6 جوان في 3 ماتشات. دفاع بسم الله ما شاء الله في المهلبيه. اللي خط الوسط في الزبادي خالص، ما فيش خط وسط. هو الحاجه الحلوه تريزيجيه مثلا ومحمد ومصطفى محمد ومرموش. يعني هجوميا احنا جبنا 6 جوان في 3 ماتشات، حاجه كويسه. ولكن احنا الحظ واقف معانا ولازم نستغل الحظ ده. حتى الدور الجاي هنقابل الكونغو، مش فريق قوي، فان شاء الله ربنا يسهلها لنا طول البطوله ونكسب البطوله دي ببركه ربنا وبرضا ربنا علينا وبدعاء المصريين. ان شاء الله نكسب منتخب مصر، يكسب بطوله افريقيا. نادي الزمالك هيرجع لمدرسه الفن والهندسه لو حصل الحاجتين اللي احنا بنتكلم عليهم في الفيديو بتاعنا النهارده. حسام حسن مدير فني لنادي الزمالك، وفرجاني ساسي هيرجع نادي الزمالك. نادي الزمالك لما يجي له مدير فني زي حسام حسن، اتفرج على اللعيبه اللي انت بتقول عليها دلوقتي وحشه وهي بتحارب عشان تكسب، والزمالك هيقدم كوره ممتعه وكوره هجوميه، وكل لاعب هيبقى عايز يثبت نفسه لانه بيلعب مع عميد لاعبي العالم حسام حسن. وحسام حسن بالمناسبه لما مسك نادي الزمالك في المره الاولانيه طلع جيل من اللاعيبه الشباب، لان نادي الزمالك كان في نفس الظروف دي ومفيش فلوس ومفيش حاجه، وقدر ان هو يطلع ناشئين ويطلع شباب ويديهم الروح بتاعته والعزيمه بتاعته هو وابراهيم. ولكن الحاجه الوحيده اللي انا خايف عليها بالنسبه للكابتن حسام حسن وابراهيم حسن، ان هو لما بينضغط عليهم العصبيه الزايده بتاعتهم ممكن يعملوا مشاكل، ممكن يتخانقوا مثلا مع حكم، يتخانقوا مع جهاز تاني، زي ما شفنا مثلا في ماتش الاهلي لما مانويل جوزيه لما الكره اتلعبت اوت وكان في لعيب واقع من نادي الزمالك وحسام حسن راح وابراهيم يتخانقوا مع مانويل جوزيه. فدي من الحاجه اللي انا مقلق منها لو كابتن حسام حسن فعلا اصبح المدير الفني رسميا لنادي الزمالك. ولكن من مميزات كابتن حسام حسن كتيره جدا. اول حاجه الروح القتاليه العاليه اللي عنده وعند اخوه، هيبصها في اللعيبه وهتحس ان اللعيبه بتقاتل بقى على كل كوره وبتلعب بمنتهى الروح والحماس. الخبر الثاني معانا النهارده وهو الحلاوه والمهاره والطعامه والشياكه والاناقه. فرجاني ساسي لو رجع نادي الزمالك تاني هنتفرج على الزمالك مختلف بقى، في وجود شيكابالا، في وجود زيزو، في وجود فرجاني ساسي، في وجود بقى باقي اللعيبه، مصطفى شلبي. هترجع المهاره تاني تظهر وطعم المهاره اللي احنا افتقدناه لما فرجاني ساسي مشي، ومع بن شرقي لما مشي، ومع مصطفى محمد لما مشي. لو رجع فرجاني ساسي انا بقول لكم اضمنوا انه